بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة درس التوازي، الحصة الخامسة في هندسة الصف الأول الإعدادي. هنتكلم النهاردة عن درس التوازي. التوازي من أساسيات علم الهندسة، يعني من الدرس الأساسي معاك اللي مكمل معاك كل سنك التعليمية، ولو ربنا كرمك ودخلت هندسة الدرس ده هيفيدك كتير جدا. لما اجي اتكلم عن التوازي، قبل ما اخش واقول العلاقات اللي بتنشأ لما بيحصل توازي، تعال افهمك ان في بعض العلاقات بتنشأ سواء في توازي او مفيش توازي. الزوايا دي بيحصل ما بينهم بعض العلاقات الاساسية لو فيه توازي. لو انا عندي مستقيمين، مستقيم اسمه لام واحد ومستقيم اسمه لام اتنين، وجه مستقيم رخم اسمه لام تلاتة قطعهم، يعني عدى من فوقيهم، ايه اللي هينتج من التقاطع ده؟ قال لي لو في مستقيم قطع مستقيمين، اي مستقيمين بقى، مش شرط ان يكون في ما بينهم توازي. حتى انت لو تلاحظ ان المستقيم ده ماشي كده والمستقيم ده ماشي عدل، يعني قدام شويه هتلاقيهم اتقطعوا، فمش شرط وجود التوازي. العلاقات اللي بتنشأ من تقاطع مستقيم مع مستقيمين هم 3 علاقات. تعال نتعرف عليهم بس واحده واحده وركز في الحته دي كويس. قال لي يا استاذ لما المستقيم لام 3 قطع المستقيمين، نتج من التقاطع 8 زوايا. نتج من التقاطع 8 زوايا. فين هي يا استاذ الزوايا دي؟ قال لي عندي زاويه 1 2 3 4، دول 4 زوايا، 5 6 7 8. 8 زوايا نتجوا من تقاطع مستقيم مع مستقيمين، 4 في التقاطع مع المستقيم اللي فوق، و4 في التقاطع مع المستقيم اللي تحت. في علاقات أساسية بقى ما بين ال8 زوايا دول وبعضهم، هنتعرف عليهم واحدة واحدة. بشكل عام ايه هي العلاقات ديت؟ التبادل والتداخل والتناظر. التبادل والتداخل والتناظر. طب تعالى نتعرف على علاقة من العلاقات ديت، ولو حصل توازي ايه اللي هيحصل بين العلاقات وبعضها. اول حاجة هنتعرف على علاقة التبادل، والتبادل مشهورة ومعروفة بحرف زد بالانجليزي. لو جيت ركزت هلاقي ده حرف زد وده حرف زد. يعني ايه؟ يعني الزاوية اللي موجودة في زد من فوق هنا والزاوية اللي موجودة في الزد من تحت هنا، الزاويتين دول بقدر اقول عليهم في وضع تبادل. الزاويتين دول بقدر اقول عليهم في وضع تبادل. نفس القصة حرف زد بس مقلوب وشه الناحية التانية. قال لي نفس القصة يا استاذ، في زاوية بتحصل هنا وزاوية بتحصل هنا، الزاويتين دول بقدر اقول عليهم ان في ما بينهم تبادل. يبقى التبادل مشهور بحرف زد بالانجليزي. لما اجي اركز على الشكل، يمكن انا موضحه لك بالاسمر شويه عشان تاخد بالك منه. لو انا عندي مستقيم لام 1 ومستقيم لام 2 وجا قطعه مستقيم لام 3، فين حرف زد يا استاذ اللي انت بتتكلم عنه؟ لو انا جيت قلت لك ان الزوايا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى عندي يا استاذ الزاويه اللي هنا مع الزاويه اللي هنا. اشمعنى؟ لان لو مشيت كده ونزلت كده ومشيت كده عملت حرف زد، يبقى زاوية 4 وزاوية 6، الزاويتين ده هما في علاقة بتربط ما بينهم اسمها تبادل. ماشي كده؟ طب لو جيت في المستقيم لام 1 هنا ولام 2 وادي مستقيم لام 3 قاطع لهم، لو جيت مشيت العكس بقى، انا هنا مشيت من على اليمين وانا ماشي ناحية الشمال كده. طب ما تيجي نعكس، همشي من الشمال وانا ماشي ناحية اليمين كده، هلاقي ده حرف زد اتكون معايا اهو. يعني برضو هنا لو قلنا 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، هيبقى زاوية 3 وزاوية 5، يبقى زاوية 3 وزاوية 5 مالهم؟ في ما بينهم علاقة تبادل. يبقى التبادل بينشئ منه 4 زوايا، زوجين وزوجين. الزوجين الأولانيين في حرف زد لو مشيت من اليمين في اتجاه الشمال، والزوجين التانيين بينشأوا في حرف زد لو مشيت من اتجاه الشمال وانا رايح ناحية اليمين، يعني مشيت كده كده كده. يبقى في عندي 4 زوايا، زاوية 4 وزاوية 6 بقدر اقول عليهم في وضع تبادل، زاوية 3 وزاوية 5 بقدر اقول عليهم في وضع تبادل. طيب يا استاذ، ده كده بالنسبة لمين؟ للتبادل، ودايما اعرف ان التبادل مشهور بحرف زد. طب بالنسبة للتناظر، قال لي لا، التناظر الوضع بتاعه مختلف. التناظر مشهور بحرف اف بالانجليزي. التناظر مشهور بحرف اف
بالانجليزي، ولكن الاف بيبقى فيه جزء زياده فوق هنا. لو انا جيت ركزت في اف ديت هطلع من الاف الواحده 4 زوايا، كل زوجين في ما بينهم علاقه تناظر. يعني لو جيت ركزت هنا هلاقي فيه هنا زاويه فوق الخط بتاع اف ده، وزاويه فوق الخط بتاع اف ده. الزاويتين دول بقدر اقول عليهم في وضع تناظر. وزاويه ايضا تحت خط الاف هنا، وزاويه تحت خط الاف هنا. الزاويتين دول برضو بقدر اقول عليهم ان في ما بينهم تناظر. يبقى دول كده 4 زوايا، كل زاويتين منهم في ما بينهم تناظر. اللي فوق الخط مع اللي فوق الخط، واللي تحت الخط مع اللي تحت الخط. نفس القصة في اف لو لفت وشها، يعني لو خلت وشها الناحية التانية، هلاقي برضو الزاوية اللي فوق الخط هنا، والزاوية اللي فوق الخط هنا، والزاوية اللي تحت الخط هنا، والزاوية اللي تحت الخط هنا. يبقى الزوايا دي بقدر اقول عليها ان في ما بينهم تناظر. لو انا عندي لام 1 ولام 2 ولام 3 قاطع له، وقلنا الزوايا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. هات لي بقى الزوايا اللي في وضع تناظر. لو ركزت هلاقي حرف اف اللي وشه ناحيه اليمين في الاتجاه ده كده، صح كده؟ قال لي يا استاذ. يبقى زاويه 1 وزاويه 5، زاويه 1 وزاويه 5 دول في وضع تناظر، تمام؟ وزاويه 4 يا استاذ اللي تحت الخط اللي فوق، وزاويه 8 اللي تحت الخط اللي تحت، زاويه 4 وزاويه 8 دول برضو في وضع تناظر. الكلام ده كله في اف واحده اللي وشها ناحيه اليمين. طب لو جيت عملت نفس الكلام، هو دي لام 1 وادي لام 2 وادي لام 3 وادي 1 2 3 4 5 6 7 8. فين بقى اف؟ قال لي اف الناحيه الثانيه وشها ناحيه الشمال اللي هي ماشيه كده دي كده حرف الاف، تمام؟ هلاقي الزاويه اللي فوق الخط فوق اللي هي 2 مع الزاويه اللي فوق الخط اللي تحت اللي هي 6، والزاويه اللي تحت الخط اللي فوق اللي هي 3، والزاويه اللي تحت الخط اللي تحت اللي هي 7. يعني يا استاذ زاويه 2 وزاويه 6 وزاويه 3 وزاويه 7 دول برضو يا استاذ في وضع تناظر، دول برضو يا استاذ في وضع تناظر. كلام زي الفل. يبقى التناظر بينتج عنه 8 زوايا، التناظر بينتج عنه 8 زوايا. ال8 زوايا دول بيكونوا كل زوجين مع بعض في بينهم تناظر. ال8 زوايا دول بيكونوا كل زوجين مع بعض في بينهم تناظر، زي زاوية 1 وزاوية 5، زاوية 4 وزاوية 8، وهنا زاوية 2 وزاوية 6، زاوية 3 وزاوية 7. هنيجي على التداخل. التداخل ده مشهور بحرف اليو. يو بالانجليزي اللي هو كنا بنعمله كده، بس بدل ما هو في منحنى كده لا هنعمله عدل، يعني هيبقى كده او هيبقى كده، او وشه ناحيه اليمين او وشه ناحيه الشمال. فين بقى التداخل؟ التداخل هنا يا جماعه الزاويه اللي جوه هنا والزاويه اللي جوه هنا، الزاويتين دول مع بعض بقول عليهم متداخلتان، تمام؟ والزاويه اللي هنا والزاويه اللي هنا برضه بقول عليهم متداخلتان. يبقى التداخل زي التبادل بينشأ عنه 4 زوايا، كل زوجين مع بعض متداخلتان. عكس التناظر، التناظر بينشأ عنه 8 زوايا، بيديني 4 أزواج من الزوايا بيحصل ما بينهم علاقة تناظر. تعال نشوف الكلام ده على الشكل نفسه. لو أنا عندي مستقيم لام 1 ومستقيم لام 2 ومستقيم لام 3 قاطع له، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، وادي لام 1 وادي لام 2 وادي لام 3. تعال نشوف على الشكل كده. قال لي يا استاذ حرف اليو اهو، يبقى الزاويه رقم 4 والزاويه رقم 5، الزاويتين دول في وضع تداخل، الزاويتين دول في وضع تداخل. وايضا الزاويه 3 والزاويه 6 برضه في وضع تداخل. يبقى هنا زاويه 4 وزاويه 5، وهنا زاويه 3 وزاويه 6. يبقى انا كده بدات افهم العلاقات اللي بتنشا ما بين الزوايا. يبقى التبادل عرفت ان هو مشهور بحرف زد، الزاويه اللي في زد هنا وهنا بيكونوا في وضع تبادل، والزاويه اللي في زد هنا وهنا بيكونوا في وضع تبادل برضه. طب التناظر، التناظر يا استاذ بيبقى حرف اف ومشهور بحرف اف، الزاويه اللي فوق الخط واللي فوق الخط في وضع تناظر، والزاويه اللي تحت الخط والزاويه اللي تحت الخط في وضع تناظر. نفس القصه هنا، اللي فوق الخط واللي فوق الخط واللي تحت الخط واللي تحت الخط. التداخل بيكون الزاويتين الاتنين من ناحيه جوه حرف اليو، يبقى التداخل مشهور بحرف اليو. هلاقي هنا زاويه وهنا زاويه،
والزاويتين دول بقول عليهم في وضع تداخل. نفس القصه لو ادى وشه الناحيه الثانيه، برضو الزاويه اللي جوه والزاويه اللي جوه بقول عليهم ان هم فيهم تداخل. تعالى بقى نشوف القاعده المهمه لو حصل توازي. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده علاقات موجوده بدون توازي، يعني مش شرط وجود التوازي عشان اقدر اقول ان في تبادل وتناظر وتداخل، لا، اصلا العلاقات دي كده كده موجوده سواء في توازي او ما فيش توازي. يبقى التبادل والتداخل والتناظر كده كده علاقات موجوده، لكن لما بيبقى في توازي العلاقات دي بتتطور اكتر. ألف القاعدة الهامة إيه بقى؟ وركز في القاعدة الهامة دي واحفظها زي اسمك وافهمها كويس، لأنك لو فهمتها حفظتها أصلا. إذا قطع مستقيمان متوازيان، يبقى شرط أساسي إن المستقيمين بتوعي يكونوا متوازيان. فإن كل زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس، يعني كل زاويتين في وضع تبادل هلاقيهم متساويتان في القياس. وكل زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس، يعني كل زاويتين في وضع تناظر هلاقيهم برضو متساويتان في القياس. وكل زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. الله، ده في التداخل قال ما قاليش بيساووا بعض، في التداخل ما قاليش بيساووا بعض، قال ان كل زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان، يعني لما اجمعهم يديني 180 درجة. يبقى انا كده يا استاذ قدرت افهم ان التبادل لو حصل توازي، الشرط الاساسي بتاعي لو فيه توازي، يعني لو انا عندي مستقيم ماشي كده ومستقيم ماشي كده، التوازي وقلت لك ان لام واحد بيوازي لام اتنين، وبتتكتب كده على فكرة لام واحد يوازي لام اتنين، يبقى العلامة دهيت علامة التوازي، العلامة دي علامة التوازي. لو لام واحد يوازي لام اتنين مفيش حاجة هتحصل. ليه؟ لأن مفيش قطعهم، يبقى ما ينفعش التوازي لوحده يوصل لي الكلام ده، ده لازم مستقيم تالت يقطع مستقيمين متوازيين، لازم مستقيم تالت يقطع مستقيمين متوازيين، يعني لازم يبقى في مستقيم تالت ليهم قاطع كده اللي هو لام تلاتة، وطالما قطع يبقى كل زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس، وكل زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس، وكل زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. يبقى دي القواعد الأساسية اللي أنا هكمل عليها بقية الدرس. تعال نشوف بعض الأمثلة بتجيلي إزاي وأنا بستخدم التوازي والتقاطع إزاي عشان أقدر أحصل على زوايا في وضع تبادل وتناظر وتداخل. 3 أمثلة على التوازي، تعال نشوف ونفهم. بس قبل ما أبدأ عايز أقول لك على حاجة، إحنا اتفقنا إن علامة التوازي بتكون بالشكل ده. طيب لو هو ما ادانيش علامة التوازي دي في معطيات المسألة أو في رأس المسألة، ممكن يجي يعمل لي السهم ده والسهم ده، الأسهم معناها توازي، هنا مثلا السهم ده والسهم ده معناها وجود التوازي، هنا السهم ده والسهم ده في توازي، والسهمين والسهمين برضو في توازي. يبقى أنا هفهم وجود التوازي عن طريق الأسهم اللي موجودة على الأشكال الهندسية. يبقى أنا معايا مستقيم بيوازي مستقيم وفي مستقيم قاطع لهما، يبقى هستنتج ايه؟ هو هنا عايز الزاويه اللي فيها علامه استفهام. قال لي يا استاذ انا لو مشيت بالشكل ده كده كده عملت حرف زد، وطالما عملت حرف زد يبقى الزاويه اللي هنا بتساوي الزاويه اللي هنا بالتبادل، يبقى الزاويه دي ب 80 درجه. يبقى قياس زاويه ميم نون د هتساوي 80 درجه، واكتب له جنبها كده بالتبادل. صعب يا جماعه الكلام؟ ايه يا استاذ المساله كده؟ والله المسائل كده. طب تعالى مثال تاني، لما اجي اقول لك اوجد قياس زاويه ميم واو هاء، ميم واو هاء ده الزاويه دي. طب هو مديني فين الزاويه اللي هو مديها لي؟ مديني الزاويه دي ب 60 يا استاذ، ومديني السهم ده والسهم ده، معناه وجود توازي، معناه وجود التوازي. وطالما في توازي وفي قاطع لهما، تعال نشوف الزاويه دي ايه العلاقه اللي بتربط بينها وبين الزاويه اللي فوق دي. قال لي يا استاذ الزاويه هنا فوق الخط اللي تحت، والزاويه اللي فوق الخط اللي فوق، يبقى الزاويتين دول عاملين لي مع بعض حرف اف، الزاويه اللي فوق الخط والزاويه اللي فوق الخط. يبقى اذا انا اقدر اقول له بتساوي 60 درجه
طالما حرف اف يبقى اقول له بالتناظر. مثال 3، محتاج مني الزاويه دي، وخد بالك ان في اسهم كتير كده، تعال نحددها. معايا سهم هنا وسهم هنا. معنى الكلام ده ان الف هاء بتوازي باء جيم، الف هاء بتوازي باء جيم، وفي هنا سهمين وفي هنا سهمين. معنى الكلام ده ان الالف باء بتوازي جيم دال. صح الكلام؟ يبقى المستقيم ده بيوازي المستقيم ده، والمستقيم التاني ده بيوازي المستقيم التاني ده. يبقى في اكتر من علاقة توازي في قلب المسألة. عشان اقدر اجيب الزاوية دي، ده واضحة يا استاذ، ده كده حرف يو اهو. صح الكلام؟ يبقى انا لازم يبقى معايا الزاوية دي. طيب عشان اجيب الزاوية ديت في حروف تانية انت شايفها؟ قال لي اه يا استاذ في حرف زد موجود في قلب الشكل. لو مشيت كده كده كده، لو مشيت كده كده كده، وطالما في حرف زد يبقى الزاوية ام 70 هتساوي الزاوية دي هتبقى باء ب 70 درجة. يبقى باء برضو بكام؟ ب 70 درجة. وطالما باء ب 70 درجة اقدر اجيب الجيم عن طريق حرف اليو. وحرف اليو كان بيقول لي ان الزاويه ديت والزاويه ديت مجموعهم 180 درجه، لانه كان بيقول لي متكاملتان. وطالما متكاملتان يعني مجموع الزاويتين 180. معايا الباء ب 70 اقدر اجيب الجيم؟ قال لي ايوه طبعا. يبقى اقول له جيم قياس زاويه جيم بتساوي ال 180 شيل منها ال 70 هتديني 110 درجه. نمسح وناخد بعض الأمثلة وبعد كده نشرح حقائق هندسية. هيفيد جزء في التوازي، وده الجزء الأهم اللي هو إثبات وجود التوازي، وأنا إزاي بقدر أثبت إن في توازي أصلا. ده هناخده الفيديو الجاي إن شاء الله. بعد ما فهمنا أساسيات الدرس مسحنا وكتبنا الجزء الثاني في الدرس. هنحل فكرتين أساسيين على التوازي، وبعد كده هنتكلم عن بعض الحقائق الهندسية الخاصة بالتوازي. هيفضل لنا ان شاء الله في التوازي اثبات وجود التوازي، وده هناخده ان شاء الله الحصه الجايه على استفاضه ونحل فيه مسائل كتير. مثال 4 هنا بيقول لي في الشكل المقابل، في الشكل اللي قدامي ده، الف هاء يوازي باء جيم. الف هاء يوازي باء جيم، فعلا لان ده عليه سهم وده عليه سهم. قياس زاويه الف باء جيم، الف باء جيم بتساوي 50 درجه. وقياس زاويه د الف هاء، قياس زاوية د ألف هاء اللي هي دي بتساوي 70 درجة. اوجد مع ذكر السبب قياس زاوية هاء ألف باء. هاء ألف باء يقصد بيها الزاوية دي. وقياس زاوية ج، وعايز مني قياس زاوية ج. وقياس زاوية هاء ألف ج، هاء ألف ج، يعني بعد كده عايز الزاوية دي كلها. كلام زي الفل وبسيط وسهل جدا. تعالى نشتغل على اللي احنا لسه قايلينه من شويه. انا عندي الف هاء بتوازي باء جيم، في توازي يبقى دور بعينيك على حاجه من 3 حروف بالانجليزي، يا اما حرف زد يا اما حرف يو يا اما حرف اف. يا استاذ انا شايف حرف زد، فين هو؟ لو مشيت هاء الف باء جيم عملت حرف زد اهو. لو مشيت بالشكل ده كده وبعدين كده وبعدين كده يبقى انا عملت حرف زد يا استاذ. يبقى الزاويه اللي هنا هتساوي الزاويه اللي هنا، يبقى دي ب50 درجه، يبقى جبت له اول زاويه. صعب الكلام؟ كلام سهل اهو يا استاذ. طب عايز قياس زاويه ج ده اهي. واحد تاني قال لي يا استاذ انا ما شفتش الزد، بس انا شفت حرف الاف. هو في اف في الشكل؟ والله في اف في الشكل. لو انت جيت ركزت كده هتلاقي فيه شرطه طالعه هنا وشرطه طالعه عند الباء جيم هنا، يعني اف مقلوب. هتلاقي ان الزاويه اللي فوق ده اهي فوق الخط، والزاويه اللي فوق الخط اللي تحت. الزاويه اللي فوق الخط اللي فوق هو مديها لي ب70. انا عايز اجيب الزاويه اللي فوق الخط اللي تحت، طب ما هتبقى زيها برضو بكام؟ ب70. وهقدر ان انا اقول له بالتناظر، لان حرف اف معناه تناظر. يبقى الزاويه اللي فوق الخط هنا هتساوي الزاويه اللي فوق الخط هنا، هلاقيها ب70 درجه بالتناظر. يبقى انا جبت له قياس زاويه ج. طب عايز قياس زاويه هاء الف ج. هاء الف ج قلنا الزاويه كلها، احنا جبنا الجزء ده ب50، فاضل الجزء اللي جوه يا استاذ. ما انا لازم اجيبه الاول عشان اقدر اجمع الزاويه اللي بره واللي جوه واجيب له قياس زاويه هاء الف ج اللي هو محتاجها مني.
قال لي اقدر اجيب الزاويه دي عن طريقين. اول طريق هي جوه المثلث، واحنا عارفين كلنا ان مجموع قياسات زوايا المثلث الداخله ب 180 درجه. معاه من المثلث الزاويه دي ب 50 والزاويه دي ب 70. طب ما انا يا استاذ اقدر اجمع الزاويتين واطرحهم من ال 180 يديني الزاويه الثالثه. يبقى هجمع 50 و70 120، هطرحهم من 180 يديني الزاويه الثالثه ب 60. طيب هو عايز الزاويه كلها، يبقى انا هجمع ال 50 وال 60 هيديني 110، يبقى جبت له الزاويه الثالثه. لكن الكلام كده شفوي، مفيش حاجه كتبناها، احنا يا دوبك حلينا على الشكل نفسه. ودايما عود نفسك مساله الهندسه بتبداها كتابه على الشكل، وبعد كده بتبدا ان انت تكتب بقى البرهان او الحل بتاعك، لان انت مش مطالب ببرهان. ومش معنى ان انت مش مطالب ببرهان ان انت ما تعرفش برهان، لا، ابدا ضرب نفسك عليه واسس نفسك من دلوقتي عشان لما تاخده في الترم الثاني تقول له انا جاهز لك. تمام؟ طيب تعالى نكتب الكلام ده بمنطقيه، سبب واستنتاج، سبب واستنتاج. ايه السبب اللي خلانا اقول ان في حرف زد يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي؟ قال لي ان في توازي اصلا. يبقى هنا اقول له بما ان العلامه اللي 3 نقط وفي نقطه تحت دي اسمها بما ان الف هاء يوازي باء جيم. التوازي لوحده مش كفايه، اتفقنا ان لازم يكون في قاطع لهما. مين اللي موصلهم ببعض؟ الف باء، والف باء قاطع لهما. يبقى اذا قياس زاويه هاء الف باء بتساوي قياس زاويه باء بتساوي 50 درجه بالتبادل. كده انا جبت له قياس الزاويه الاولى. طب عايز اتكلم على جيم واقول له ان في تناظر هنا، يبقى لازم اقول له التوازي من تاني. ليه يا استاذ؟ ما انا قلته مره، لان القطع هنا كان الف باء، لكن القطع هنا هيبقى دال جيم، القطع هيختلف. يبقى ارجع واقول له تاني، وبما ان الف هاء يوازي باء جيم ودال جيم قاطع لهما، يبقى اذا قياس زاويه جيم هتساوي قياس زاويه دال الف هاء دال الف هاء هتساوي 70 درجه، واكتب له جنبها كده بالتناظر. يبقى جبت له الزاويه الثانيه. عشان اجيب الزاويه الثالثه لازم الاول اجيب الزاويه دي. يبقى اجي هنا اقول له ان قياس زاويه باء الف جيم بتساوي 180 درجه ناقص، وافتح قوس 50 زائد 70 اللي هي هتديني 60 درجه. يبقى انا كده جبت الزاويه اللي جوه ب 60. يبقى اذا قياس زاويه هاء الف جيم اللي هو محتاجها مني هتساوي 50 زائد 60 هتديني 110 درجه. وابقى انا كده حليت الحل النموذجي بتاع المساله. في مثال 6 هنا مديني الشكل اللي قدامي ده وبقول لي اوجد قياس زاويه الف. وخد بالك السهم والسهم والسهم معناه ان الف باء بيوازي الجيم دال بيوازي الهاء واو. طيب والعلامه ده هي والعلامه ده هي معناها تساوي الزاويتين. طب واحده واحده كده يا استاذ، وتعالى نجيبها من تحت لفوق، لان انا فوق هنا ما معيش اي علاقات. لو جيت بصيت على الهاء واو والجيم دال عاملين لي مع بعض حرف ايه؟ حرف يو يا استاذ. وحرف يو ده معناه تداخل زي ما احنا لسه قايلين من شويه، ومعنى وجود التوازي ووجود التداخل يبقى الزاويتان دول مجموعهم 180 درجه بالتداخل. معايا من 180 115 هطرحها من 180 تديني 65 درجه يا استاذ. طب ما هو الزاويه اللي تحت بتساوي الزاويه اللي فوق بتساوي 65 درجه. كده انا وصلت للي انا محتاجه وجبت الزاويه دي. يا استاذ انا شايف من ناحيه فوق كده حرف زد اللي هو باء الف جيم دال، يبقى الزاويه اللي هنا هتساوي الزاويه اللي هنا بالتبادل، يبقى قياس زاويه الف ده هتبقى ب 65 درجه. طب اكتب له الكلام ده ازاي؟ هقول له هنا ان قياس زاويه دال جيم هاء بتساوي ال 180 لما اشيل منها 115 هتديني 65 درجه، واقول له جنبها كده بالتداخل. وارجع تاني واقول له قياس زاويه الف جيم دال الف جيم دال اللي هي اللي فوق دي بتساوي قياس زاويه هاء جيم دال اللي تحتها. هو طبعا مديها لي في المعطيات، زي ما دي ب 65 يبقى دي ب 65 درجه زيها.
يبقى اجي هنا واقول له اذا قياس زاويه ا بتساوي 65 درجه بالتبادل. 65 درجه بايه؟ بالتبادل. حبيت اجيب لك المثالين دول عشان تعرف انت بتكتب الحل بتاعك ازاي لو جات لي في سؤال مقالي، يعني مش سؤال اختر او اكمل زي اللي احنا كنا لسه بنحله بنكتب اجابه على طول. هنا لازم اكتب الاجابه بالشكل ده. طيب تعال نشوف بقى بعض الحقائق الهندسيه. الحقائق الهندسيه هي مسلمات برضو زي مثلا معرفه الايام والتواريخ والكلام ده، حاجات ثابته واساسيه، مسلمات اساسيه. هي دي معنى كلمه حقائق هندسيه، انت نفسك تقدر تستنتجها. زي الحقيقه الاولى، بيقول المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عموديا على الاخر. طب ما هو ده طبيعي، لو هو عمودي على واحد هيبقى عمودي على التاني، بس بشرط ان يكون المستقيمين بتوعي متوازيين. زي مثلا لو قلت لك عندي المستقيم ا ب والمستقيم ج د، وجيت قلت لك ان الالف باء ده هو بيوازي الجيم د، وجيت عملت مستقيم اسمه لام عمودي على ا باء، هتعرف منين يا استاذ ان هو عمودي على الجيم د برضه؟ يا عم الحاج، مش انا عندي حرف اف اهو، لما اعمل كده يبقى حرف اف، لو الزاويه اللي فوق هنا ب 90 يبقى الزاويه اللي فوق الخط تحت برضه ب 90 بالتناظر، صح؟ وطالما الزاويه اللي تحت طلعت ب 90، ال 90 معناها تعامد اصلا، ال 90 معناها تعامد، وبالتالي هو طالما عمودي على المستقيم الاول هيكون عمودي على المستقيم الثاني. صعب الكلام؟ يبقى المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عموديا على الاخر. لو هو عمودي على الاولاني هيكون عمودي على الثاني. طب ما تيجي نعكس الكلام. لو انا عندي مستقيمين عموديين على مستقيم ثالث، يعني ده مستقيم اهو ماشي في حاله، وجي مستقيم نزل بالشكل ده عمودي عليه، ومستقيم تاني نزل بالشكل ده برضه عمودي عليه، كده الكلام انعكس. احنا هنا كنا بنقول مستقيم واحد عمودي على مستقيمين، لكن هنا بنقول مستقيمين عموديين على مستقيم. هستنتج ايه؟ قال لي استنتج وجود التوازي ما بين المستقيمين. استنتج وجود التوازي ما بين المستقيمين، يعني المستقيمين العموديين على ثالث يكونان متوازيين. المستقيمان العموديين على ثالث متوازيين. تمام؟ رقم 2 او القاعدة الثانية، إذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا كان هذان المستقيمان متوازيان. بالبلدي كده لو قلت لك الفلوس اللي معايا بتساوي الفلوس اللي معاك، والفلوس اللي معاك بتساوي الفلوس اللي مع محمد، يبقى انا ومحمد قد بعض يا استاذ. عن طريق مين؟ عن طريقك. لو انا قلت لك ان لام واحد ده بيوازي لام 2، واحد بيوازي 2 اهو، ولام 3 بتوازي لام 2، لام 3 بتوازي لام 2، قال لا ده لام واحد بيوازي لام 2، ولام 3 بيوازي برضه لام 2، لام واحد بيوازي لام 2، ولام 3 بيوازي لام 2. يبقى هستنتج يا استاذ ان لام واحد توازي لام 3، لام واحد يوازي لام 3. يبقى المستقيمان الموازيان لثالث متوازيان، وهي دي القاعدة او الحقيقة الثانية. هنيجي على الحقيقة الثالثة واللي مهمة جدا جدا جدا، وفسرها كويس لنفسك كده وحاول تفهمها اكتر ما تحفظها، لان الحقيقة رقم 3 ديت هترجع تاخدها تاني في اولى ثانوي ان شاء الله. الحقيقة دي بتقول لي اذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، لو انا عندي لام واحد بيوازي لام 2 بيوازي لام 3 بيوازي لام 4، دول 4 مستقيمات متوازية، وجه مستقيم قطعهم، جه مستقيم قطعهم. اذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية ماشي، وكانت اجزاء القاطع المحصورة بين هذه المستقيمات متساوية في الطول. اجزاء القاطع اللي هي الاجزاء دي المحصورة بين المستقيمات متوازية، ده كده جزء الف باء جزء، والباء جيم جزء، والجيم دال جزء. قال لي وكانت الاجزاء دهيت متساوية في الطول، وكانت الاجزاء دهيت متساوية في الطول. هستنتج ايه؟ قال لي فإن الأجزاء المحصورة لأي قاطع آخر تكون متساوية في الطول. يعني لو أنا جيت قطعت بقاطع تاني بقى غير الأولاني خالص، أنا هنا عامل قاطع بالأسود وقاطع بالأحمر. القاطع اللي بالأسود الأجزاء المحصورة متساوية عليه. طب يبقى القاطع الأحمر هستنتج إن الأجزاء المحصورة عليه برضه هتكون
متساويه لانها كانت متساويه في القاطع الاسود. يبقى هستنتج هنا ان السين صاد هتساوي الصاد عين هتساوي العين لام. اكتبها ازاي بقى يا استاذ؟ انا عندي في شرطين لازم اتاكد من وجودهم، لقيتهم موجودين استنتج الحاجه الثالثه. ايه هما الشرطين؟ اول شرط توازي عده المستقيمات، يعني لازم لام واحد يكون بيوازي لام اتنين، بيكون بيوازي لام تلاته، بيكون بيوازي لام اربعه. تاني شرط لازم الاجزاء المحصوره تكون متساويه. طب انا هكتبها ازاي؟ اقول له بما ان لام واحد يوازي لام اتنين يوازي لام تلاته يوازي لام اربعه، وبما ان ألف باء يساوي باء جيم يساوي جيم دال، يبقى إذا الاستنتاج بتاعي بقى س صاد يساوي صاد عين يساوي عين لام. صعب يا جماعة الجزئية دي؟ الحقيقة التالتة دي بالذات بيجي عليها مسائل، ومسألتها من أجمل المسائل اللي بتيجي زي بالظبط المسألة اللي قدامك دي. بيديني المثلث ده يا إما عدل يا إما مقلوب، ويدينا عدة مستقيمات متوازية. يعني أنا عندي ألف عين بتوازي د صاد بتوازي هاء س بتوازي باء ج، 4 مستقيمات متوازية. ولو ركزت هلاقي إن ألف ج قاطع والألف باء قاطع لهما. القاطع الأولاني ألف ج الأجزاء المحصورة عليها يا أستاذ مالها متساوية، يبقى أنا هستنتج إن الأجزاء المحصورة على القاطع الآخر هتكون متساوية. يعني هستنتج إن الألف د بتساوي الدال هاء بتساوي الهاء باء. الكلام ده كله من غير لسه ما اقرا المساله واشوف هو عايز فيها ايه، ده كلام على فهمي للجزئيه اللي فاتت. طب تعالى نشوف هو عايز ايه في المساله. مديني الالف باء كلها طولها ب 15 سم وعايز طول من الباء لحد الدال. يا استاذ مش هي كلها 15 وانا ثبتت ان الاجزاء المحصوره متساويه؟ طب هي عليها كام جزء؟ ادي 1 2 3 عليها 3 اجزاء. يبقى انا اقسم يا استاذ ال 15 على التلاتة هتديني الجزء ده ب5 وده ب5 وده ب5. عشان اجيب له طول الباء دال يبقى هجمع 5 و5 هتدينا 10. عايز اكتب الكلام ده بقى وبنظام وابين ان انا فاهم الجزئيه دي كويس جدا من خلال الكتابه بتاعتي. اول حاجه هقول له بما ان، لازم اقول اول حاجه التوازي. لازم يبقى اول حاجه بما ان الف عين يوازي د صاد يوازي هاء س يوازي باء ج، دي اول حاجه كده، وادي قطعه مستقيمه فوقيهم اهي. تمام؟ وبما ان انا قلت التوازي عايز اقول الاجزاء اللي هو مديها لي متساويه بقى، يبقى الف صاد بتساوي صاد س بتساوي س ج، وبما ان الف صاد بتساوي صاد س بتساوي س ج، يبقى اذا استنتاجك بقى الف د هتساوي د هاء هتساوي هاء باء، الف د هتساوي د هاء هتساوي هاء باء، اللي هي هتساوي مش كلها ب 15؟ طب ما اقسم على طول 15 على 3 في خطوه واحده. انا قلت الجزء ده بيساوي الجزء ده بيساوي الجزء ده بيساوي 15 على 3 بتساوي 5 سم. يبقى اذا باء د اللي هو عايزها مني بقى هتساوي 5 زائد 5 بتساوي 10 سم. بكده خلصت الجزء الاول في درس التوازي. اتمنى تكون فهمت درسك كويس جدا وفهمت الجزء ده كويس جدا، لان ده اساس التوازي وده هتحتاجه كتير جدا فيما بعد. ما تبصش للسنه دي بس وخلاص، ده هحتاجه سنه تانية اعدادي وتالتة اعدادي واولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، ولو ربنا كرمني دخلت هندسه اللي انا بحلم بيها هحتاج التوازي برضه هناك. ده الجزء الاول. فاضل لنا جزء واحد في التوازي اللي هو اثبات وجود التوازي عكس الكلام اللي احنا قلناه النهارده، وده ان شاء الله هيكون موجود في الحصه الجايه. اتمنى اكون قدرت افيدك النهارده بحصه التوازي، وعشان خاطر انا حل مسائل كتير، علشان كل ما هتحل مسائل كتير هتلم افكار المسائل اللي بتيجي على درس التوازي في قلب الامتحان. هتبقى انت متمكن اكتر من مادتك، متمكن اكتر من درسك، متميز، هتقدر توصل للدرجه النهائيه. مع رياضيات مصر هتفهم رياضيات، هتفهم رياضيات. دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.